حد موجود غيرها. وبيوصل فيليكس للأوضة وبينبهر بالتحف النادرة اللي موجودة فيها، وما بياخدش باله من لوحة أوتو اللي عمالة تبص عليه، وبيروح يشاور لأصحابه من الشباك علشان يدخلوا. وبتعجبه كرة حديد صغيرة تحت اللوحة وبياخدها، وبيتخض لما بيلاقي شيمت قدامه وبتتعصب عليه وبتقوله إن هو كسر قواعد المدرسة ومش هيتقبل فيها، وبتاخد منه الكورة وبترجعها مكانها بسرعة. وبيغمض فيليكس عينيه زي ما ابوه نصحه، وفجأة بتتحرك الكورة بسرعة في مكانها، وبيفتح فيليكس عينيه وما بيلاقيش شيمت قدامه، وما بياخدش باله إن حجمها بقى صغير جدا. وبيدخل ماريو وأصحابه وهي بتبقى خايفة لا يدوسوا عليها، وبتكون مستغربة جدا من اللي حصل لها، وساعتها بتجري تستخبى في شنطة فيليكس، وهو بياخد شنطته وبيمشي بعد ما نجح في التحدي، وطبعا ما بيكونش عارف إن المديرة جوه الشنطة. وتاني يوم بيصحى فيليكس على صوت شيميتو وبيترعب لما بيشوفها قدامه، وبيحكي لها إن هو لما غمض عينيه امبارح اتمنى إن حجمها يصغر علشان ما يخافش منها.